صباح الخير، صباح يوم جديد، وصباح الفل على عيونكم، صباح الهنا، صباح السعادة، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح كل حاجة حلوة على عيون أجمل متابعين في الدنيا، وأحلى ناس في حياتي. ازيكم عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بخير. زي ما انتوا شايفين كده. بصوا يوم هو فيديو، يعني أنا ما لميتش لكم كام حاجة فيه كده. أنا عملت شوية عيش بقى في الفرن الفلاحي، وقُلت كده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، نروح ونشوف الجمال ده، ونرجع كده بالزمن القديم لورا، ننزّل أو أصوّر لكم وأعمل لكم يوم حلو كده ويوم لذيذ. أول حاجة حابة أشكر كل الناس اللي وقفت جنبي، ونوّرت قناتي، وللناس الجميلة كمان اللي وقفت جنبي، وقفت رجالة بجد، وقالت لي قومي وكمّلي. قومي يا آمال سجّلي واعملي وصوّري، فربنا يخلّيكم ليّا وما تحرمش منكم أبدًا. تعالوا بقى نبتدي اليوم الحلو اللذيذ بتاعنا، اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد. مش عايزين نحكي كتير ولا عايزين نتكلّم كتير، هو عيش عادي خالص بُصّوا، بس بيبقى طالع كده زي الرقاق. أنا كان معايا حوالي 2 كيلو دقيق، حطّيت عليهم باكيت خميرة بس، وعليهم معلقتين سُكّر كبار، ونصلّي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونحط حتّة الليك الصغنطوط وحتّة الاشتراك الجميل. يبقى أنا معايا 2 كيلو من الدقيق نخلتهم طبعًا، وضِفت عليهم باكيت خميرة، وكمان معلقتين سكر كبار، ونُص معلقة ملح صغنطوطة، ونزلت بالمَيّة الدافية بتاعتي بقى. عندِك لبن رايب، عندِك حليب، عندِك لبن بودرة، عندِك أي حاجة عايزة تعجني بيها غير المَيّة اعجني بيها، بس أنا بصراحة ما كانش عندي مَيّة. وطبعًا كمية العجين أو كمية المَيّة بتاعتنا اللي هنحطها على الدقيق، على ما على قد ما الدقيق بتاعنا يحتاج هنحط له المَيّة بتاعته. تمام، تمام. أنا باحط للكيلو الدقيق يعني معدّل كده 3 كوبايات إلا ربع بالضبط. تمام، من اللي هم الكوبايات العادية بتاعتنا اللي بنشرب فيها المَيّة. هنا بقى بعد ما خلّصت العجين والعجين اتلم معايا زي ما حضراتكم شايفينه كده أو ختم بمعنى أصح، رُحت نازلة بكوباية إلا ربع من الزيت. لا حطيت سمنة بقى ولا حطيت قشطة ولا حطيت أي حاجة، عيش بسيط جدًا، جدًا أهو. وبعد ما حطيت الزيت نزلت بقى على الأرض وقُلت لأ ده عايز عجنة جامدة، ورُحت نازلة كده ما شاء الله. هافضل ألِت في العجينة كده لحد ما كل الدقيق اللي فيها يختفي تمامًا، وكمان ما شاء الله العجينة تسيل من إيديّا. عجنتها وضبطتها وبقت زي الفل كده، ورُحت مغطياها، فاتحة كيس تلاجة وغطيته بيها وبفوطة، وهنركنها كده فين، فين في ضلفة المطبخ أو في المطبخ. بُصّوا هو أصلًا الجو نار فهيتخمر معانا مسافة نُص ساعة. قُلت بقى على أمّا أعجن كده أقوم بقى أنشر وأضبّط الدنيا وأضبّط البلكونة وندّيكم شوية حماس وشوية طاقة، ونرجع لأيام زمان الحلوة، أيام الروتينات الجميلة، أيام الخير. أنتم زي ما باقول لكم كل مرّة إن أنتم وِش الخير عليّا. كان عندي بقى شوية هدوم عايزين يتنشروا، غسلت على الغسالة العادية، ما رضيتش أشغّل الغسالة الأوتوماتيك، هتاخد وقت طويل معايا وأنا عايزة أنجز الوقت. المهم اشتغلت على الغسالة العادية كده، ربنا اداني الصحة الحمد لله. وكمان ما شاء الله رُحت نازلة، طبعًا كنت بانشّف في الأوتوماتيك على طول واخلّص والهدوم كده إيه، أخرج بقى على البلكونة. فكان عندي بقى شوية غسيل زي ما أنتم شايفين، لميناهم من على المنشر وبالِم وانشر، وزي ما أنتم شايفين. وحشتوني، وحشتوني بجد، ربنا يخلّيكم ليّا، ما تحرمش منكم أبدًا. متشكرة جدًا لكل الناس الجميلة اللي دخلت في حياتي، بجد أنتم غيّرتوا حياتي للأحسن. ومش عايزة يعني بُصّوا أنا خجلة عن كل حاجة أنا عايزة أتكلّم فيها، أو يعني بجد أنا مش عارفة أشكركم إزاي. ربنا يخلّيكم ليّا يا رب، أنتم وِش الخير عليّا. المهم ادعوا لي كده إن أنا أقوم وأكمّل في القناة، لإنه بصراحة كده يعني أنا حاسة إن نفسيتي مقفولة. فالمهم إن أنا بقى إيه، طيب عمّالة أقرأ شوية قرآن، أصلّي، أستغفر لربنا عشان خاطر ربنا كده يبعد عننا أي بلا وأي أذى. مش هنقول بقى حسد ومش هنقول مش عارفة إيه. طبعًا القرآن بيحصّننا من كل حاجة، وآية الكرسي ما شاء الله بتحصّنِك من أي حسد ومن أي حاجة وِحشة لا قدّر الله. فالمهم كده الحمد لله نحصّن نفسنا دايمًا بآية الكرسي زي ما قُلت لكم، علشان خاطر ربنا يبعد عننا أي شر وأي أذى إن شاء الله، يا رب العالمين. وحشتوني كتير، كتير. حطّوا لي لايك وحطّوا لي اشتراك بعد إذنكم، عشان خاطر العيلة بتاعتنا تكبر. ومتشكرة خلاص بقى كده إحنا وصلنا ل2000 مشترك، بعد تعب وإرهاق شديد جدًا، جدًا. فالحمد لله ربنا يكافئنا كلنا ويجازينا خير على قد نيتنا وضميرنا يا رب العالمين.
نشرت هدومي ولميت حاجتي ورحت على الجرن. طبعا اكيد انتوا فهمتوا انا هنا فين. انا هنا في الراحة النفسية بتاعتي، في الجمال في وسط الطبيعة. قلت بقى ايه، طيب انا يعني انا دخلت كده في الضلة، لانه بصوا بره في الجرن تحسي ان في ساونا. إيه يا ربي، إيه النار دي، الحمد لله. المهم، فقلت بقى ايه، اقرص العجين كده، ونخلت شوية دي على الصينية زي ما حضراتكم شايفين، ورحت جاية كده أقطعه يعني كور صغنطوطة، والبط جنبي بقى كده. ومش عايزة أحرمكم من أي حاجة حلوة بصراحة، علشان انتوا النعمة اللي حصلت لي في حياتي. بحب أعمل كل حاجة حلوة علشان خاطر عيونكم. البطاية والله ما تقدر تحط، يعني اللي هتقولي دي حاطة العجين بتاعك قدام البط، والله ما في بطاية تقدر تحطه بقى على العجين. أنا بحدف لهم يا عيني حتة بحتة كده. فالمهم ربنا يسترها معانا يا رب العالمين كده، ويجازينا خير ويكافئنا على قد تعبنا يا رب العالمين، ويسترها معانا وينجح لنا ولادنا. وادعوا كده للثانوية العامة، ربنا كده ما يضيعش تعبهم أبدا، ويتخرجهم كلهم من فترة الامتحانات دي مجبورين الخاطر. دخلنا بقى على السعادة والراحة النفسية، وجيت بقى أول مرة في حياتي أولع الفرن البلدي. حماتي تعبانة يا ولاد، ادعوا لها كده بالشفاء العاجل، لأن أنا بصراحة يعني ضيع من غيرها. هي بقى بتحب تولع الفرن البلدي، او بمعنى صح استاذه فيه. احنا يعني الجيل بتاعنا ده لا، لا يفقه شيء في الحاجات الحلوه دي. بس انا بحب الحاجات دي، وقلت لازم اروح واولعه كده واظبط الدنيا. فيا واد يا صاصي، حدف لي بقى شويه قش كده من فوق زي ما انتوا شايفين. قلت بقى ايه، ما شاء الله كده نعجن، نخبز. وبعد ما الفرن حمي معايا ببتدي ان انا كده ايه، بمسحه بحتة قماشة بنضفه. طبعا القماشة بتكون مبلولة مية، وبعملها مرة واتنين وتلاتة علشان ما يبقاش في اي تراب، بس كده فين، في الارضية بتاعة الفرن زي ما حضراتكم شايفين. وتخبزي بقى كده الرغيف، يبقى ايه ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني بيطلع كده نضيف من الفرن، ويعني الحاجات دي. صلوا على النبي كتير واستغفروا ربنا كتير، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا بقى يعني أنا خلاص بقى، يعني أنا فقدت الأمل إن ماما أو حماتي هتيجي. فقلت لها بقى يا ملك يلا ما بدهاش، أنا هعمل كده، أنت اعملي لي العيش صغنطوط، وأنا إيه أفر على المكنة زي ما حضراتكم شايفين بالظبط، وأحطه في الفرن. فالحمد لله ما هنتش على حماتي كده في الآخر، وببص لقيتها جايالي، وجت هي بقى وخبزت، وعملنا يوم حلو، وعملنا يوم لذيذ علشان خاطر عيونكم. ربنا يديمكم نعمة في حياتنا. بصوا بقى الايد هتتبدل دلوقتي اهو، من الايد دي الايد دي. فانا بقى ايه، هتتبدل ازاي؟ حماتي بقى جت دلوقتي وقالت لي بقى ايه اوعي قومي علشان خاطر انا اعمل انا ايه بدالك، تخبز قدام الفرن. ربنا يديلها الصحة ويشفيها يا رب كده، لان احنا بصراحة يعني ضايعين من غيرك يا ماما. ربنا يشفيكي لنا يا ست الكل، وتخليكي لنا ويديمك نعمة في حياتنا. عاملين ايه في الحر يا ولاد، وفي الساونا اللي احنا عايشين فيها؟ انا مش عايزة احكي لكم عن الحر والبهدلة. اوبر الرغيف وقع مني. عارفين لو حماتي كانت شافتني كانت خبطتني بالمطرحة دي. المهم كده ايه، جت بقى عمالة تصلح في الفرن وبتقول لي ايه اللي انت هببتي ده؟ ده شكله فرن ولا شكل بتاع؟ قلت لها حلو يا ماما. قالت لي لا ما ينفعش، لازم تنضفي الفرن كويس ومش عارفة ايه، وتخلي البتاع الشعللة دي، الحواية اللي هي بتاعت اللش، تبقى مشعللة كده من فوق زي ما انتوا شايفين، علشان تحمر لك وش الرغيف وتظبط لك الدنيا. فالحمد لله ربنا يديمك نعمة في حياتنا يا ست الكل. وكان يومنا حلو وبسيط ولذيذ وسهل معاكو. خبزنا شوية عيش زي الفل وزي القمر. ده عيش فلاحي مش رقاق. انا لا عملته بلبن، ولا عملته بسمنه، ولا عملته باي حاجه، بشويه زيت فقط لا غير، ما شاء الله. وكان خطير جدا جدا، وانا مش عايزه احكي لكم على طعمه، كان حلو جدا، وعايزاكم تجربوه بنفس الطريقه بتاعتي، ان شاء الله يعجبكم. واللي ما عندهاش فرن بلدي تروح جري على الفرن اللي هو الغاز، ويعني اصل بقى يعني الفرن ده على قد ما هو مرهق كده، بس يعني ايه، لا بتحس ان انت بترجعي لايام زمان، الايام الحلوه دي. شايفين ما شاء الله كده شكل الفرن، ولمة العيال حوالين مننا كده، وهم عمالين يجروا يخطفوا العيش وانت مبسوطه. بصوا والله انا هبله جدا في الحاجات دي، ما شاء الله كده حاجه كده ما حصلتش بصراحه. المهم كده خلصنا،
وضبطنا شوية العيش، وعملت وراهم كده بقى ايه صينية بطاطس في الفرن. بصوا مش عايزة احكي لكم على طعمها يا ولاد، كانت خطيرة جدا جدا ما شاء الله. يعني انا كده بصوا، يعني انا مش عارفة اروح فين من صوت العيال، عمالة اجري هنا شوية واجري هنا شوية علشان الصوت بتاع العيال ما يبقاش ظاهر. بس يعني اسفة والله ان كان في اي صوت خارج لكم. المهم كده يعني في وسط البط وفي وسط الحاجات الحلوة ما شاء الله. إيه ربنا يدينا كلنا يا رب على قد تعبنا وعلى قد بهدلتنا في عز الحر وعز النار، مش عايزة احكي لكم. المهم ربنا يديمكم نعمة في حياتي. حبيت اعمل لكم الفيديو الحلو اللذيذ ده علشان خاطر انتوا اجمل ناس في حياتي، ربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم ابدا، اجمل عيلة في الدنيا. متشكرة جدا لكل الناس الجميلة اللي دخلت في حياتي من داخل مصر ومن خارج مصر. وجودكم اكيد بيشرفني وبينورني وشرف كبير جدا جدا ليا. حابة يعني أشكركم بجد والله العظيم، وعشان خاطري عشان خاطري لو شفتوا الفيديو ولو أول مرة تشوفي القناة ما تنسينيش في الاشتراك واللايك عشان خاطري، فضلا وليس أمرا. متشكرة جدا ليكم. سلام عليكم.